السلام عليكم إخوة وحبايبي أسود الأطلس المحليين في التحضيرات القوية جدا لبطولة أفريقيا الشان اللي هتتلعب في كينيا وتنزانيا وأوغندا. بيفوزوا على بوركينا 2-1 في مباراة من جانب واحد. سيطرة كتيبة طارق السكتاوي في مباراة شفنا فيها 4-2-3-1 4-1 4-1 4-3-3 تغييرات وتحضيرات وتجهيزات. وكلنا عارفين ان بطولة الافريقية للمحليين المنتخب المغربي عنده لقبين ويسعى الى اللقب الثالث في فترة بنشوف فيها دعم من الشعب المغربي للكرة القدم، مش بس لكرة القدم، لا للرياضة ككل شعب محب للرياضة في جميع العابها. ودي الحاجات اللي منجحة الرياضة في الفترة الأخيرة ما شاء الله، ونمسك الخشب حرفيا. مباراة شفنا الشوط الأول تعادل سلبي، كان يعني إضاعة بعض الفرص من المنتخب المغربي اللي كان بيسيطر وكان هو الأفضل طبعا. ويمكن بوركينا في الأعمار السنية دي بيكون يعني عندهم لعيبة كويسة جدا، الا ان المنتخب المغربي بكل امانه بالتشكيله اللي كان بادئ بيها تشكيله محترمه جدا، اضاع اكتر من فرصه، السيطره في نص الملعب، التحكم في نتيجه او في طريقه المباراه. شفنا الشوط الثاني في بدايه الشوط الثاني 3 تغييرات ورا بعض الى ان جاءت الدقيقه 58 وبوشعيب لعراس الراجل اللي سجل الهدف الاول. وبعد الهدف الاول شفنا انهيار حرفيا لمنتخب بوركينا اللي تراجع بدني وفني، وبعدها المنتخب المغربي فضل ضاغط من جميع الاماكن وسجل بعدها ب4 دقائق مباشره هدف ليونس الكعبي علشان تكون المباراه 2-0. ويمكن منتخب بوركينا وقع كمان نفسيا، وبدات المباراه تكون من جانب واحد ككل بقى، وسيطر فيها المنتخب المغربي. وبدانا بقى نشوف الكوره وال1-2 والحاجات دي كتير قوي. وللامانه يمكن في نهايه المباراه قبل نهايه المباراه بوقت قليل خالص استقبل المنتخب المغربي هدف من خطأ كده او من رعونه وعدم تغطيه، فانتهت المباراه يعني 2-1 في التحضير المحترم جدا لكابتن طارق السكتاوي المطالب بالتتويج. وطبعا لما تشوف المنتخب المغربي في اي لعبه في اي بطوله اصبح المنتخب المغربي مطالب بالتتويج نظرا للدعم الكبير جدا من يعني دعم الرياضه في الفتره الاخيره. وطبعا بنشوف طبعا التجهيزات والتحضيرات لبطوله الافريقيه للمنتخبات في المغرب حاجه محترمه جدا، والملاعب اللي بقت افضل من الملاعب الاوروبيه. وافضل ما هيميز البطوله دي على فكره هي مضيافه الشعب المغربي وحبهم دعمهم. الناس كلها بتحب تروح المغرب، بتحب تشجع المنتخب المغربي، بتحب تتفرج على الكره المغربيه. المحترفين طبعا عارفين المنتخب المغربي الكبير في تصفيات كاس العالم في الشهر القادم عنده مواجهه النيجر وزامبيا. ويعني المجموعه كلنا عارفين ان المنتخب المغربي لعب 5 مباريات، كسب ال5 مباريات، سجل 14 هدف واستقبل 2. فما شاء الله يمكن المنتخب المغربي للمحليين مجموعته هيبدأ يوم 3/8 الشهر القادم امام انجولا ثم كينيا ثم زامبيا ثم ينهي بالكونغو الديمقراطية. فنتمنى التوفيق وان شاء الله تكون البطولة، خلي بالك، تكون البطولة رقم 3 للأسود في الفترة القادمة. فكل الدعم اخواتي وحبايبي، سلام.